انتوا عارفين ان يونان ذكر اكتر من مرة في العهد القديم؟ يونان ليه قصص تانية غير اللي موجودة في سفره، مثلا زي في ملوك 2 الإصحاح ال14 وقت ملك يربعام التاني لمملكة الشمال. ربنا كان سمح ليه إن هو يوسع حدود إسرائيل من مدخل حماه اللي موجود في الشمال عند حدود سوريا لحد بحر العرب اللي موجود في الجنوب عند البحر الميت. يونان بقى كان قبل ما يحصل التوسع ده كان تنبأ بالموضوع، وهذا يدل إن يونان كان ليه خدمة نبوية سابقة. وفي التقليد اليهودي الولد اللي مات وإيليا قومه من الأموات بيقول إن هو كان يونان. طب القصة دي موجودة فين؟ موجودة في ملوك 1 إصحاح 17. وعلشان كده لما كان في جوف الحوت كان مؤمن إن ربنا ممكن ينجيه وإن هو لسه ممكن يعيش. طب يونان ليه كانش عايز يبشر للنينوى؟ علشان دي كانت عاصمة أشور، والأشوريين دول كانوا أعداء مع اليهود، وكانوا الاتنين بيكرهوا بعض. وعلشان كده لما بشرهم كان قال لربنا خد نفسي مني، علشان هو ساعد أعدائه إنهم يتوبوا وما يبادوش.